السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله البنات يلقاكم هذا الفيديو بأتم الصحة والعافية. في هذا الفيديو البنات حبيت نشارك معكم واحد الأكلة اللي تجي بزاف بنينة وتجي سهلة في التحضير. إن شاء الله البنات يكون الفيديو خفيف عليكم وتكون الوصفة عجبتكم. يلا نبدو بسم الله على بركة الله. ودروك البنات كما راكم تشوفوا معايا راه عندي هنايا كميه من الكفته ولا اللحم المفروم. عندي حبه بصله راني مربيتها كبيره، وكذلك حبه طماطس راني مربيتها. عندي هنا البنات الفلفله. هنا البنات فيما يخص الفلفله راني غسلتها مليح البنات باش نقدمها معكم. راني فتحتها هنا البنات، غادي ندير الفلفله تاعي هكاك محشيه بالكفته والروز. شوفوا البنات راني فتحتها كيما هكاك. هنا البنات فيما يخص الفلفله تاعكم، اذا كانت عندكم البنات فلفله صغيره ماذا بينا يعني نحطوها هكاك في الصينيه تاعنا تاع الفرن ونعمروها ونخلقوا عليها بالغلقه، يعني تحاتي تاع الفلفله، يعني الراس تاع الفلفله نحوه ونعمروها ونحطوها هكاك. ما كانش عندنا، انا صراحه البنات ما توفرش عندي، قلت نحشيها غير كيما هكاك. ان شاء الله البنات تكون الصوره واضحه معكم. راني فتحتها هنايا البنات هكاك. البنات هنايا ما توصلوش لهنا وما تكملوهاش حتى الاخر باش ما تنتحلش معكم، غير هكاك البنات ونحشوها هنا نعمروها. المهم البنات انا درتكم الفكره، وانتم البنات الا كتوفر عندكم الصغيره ديروها. فيما يخص البنات العطور، راه عندي هنا البنات شويه تاع الكمون، عندي شويه تاع الكركم، عندي شويه تاع الحرور، شويه تاع الملح، شويه تاع الثوم بودره، وعندي فلفله حمراء، وعندي هنا البنات الزيت عادي، وكذلك غادي نضيف معها زيت الزيتون في الاخر. المهم البنات ان شاء الله تكون الوصفه خفيفه عليكم. نروحوا باش نبدو المقادير. اول حاجه البنات غادي ندير شويه الزيت تاعي هكاك في مقله ولا تبوطاجين البنات، المهم حاجه اللي تكون عندكم غارقه. غادي ندبل هذاك البصل تاعي اللي راني مربيته مع الطوماطيس، وندير ليهم البنات على راس المغرف الصغيره، يعني العطور اللي ديجا سبقت وذكرتها معكم كيما هكا البنات. وفي هذا الاثناء البنات من نروح نقليهم البصله مع الطوماطيس كي يدبالوا لي البنات نطفي عليها. وفي هذا الاثناء نطيبوا الروز تاعنا البنات. انا اخترت كميه من الروز هذا البنات اللي يجي اسمر، انتم البنات اختاروا الروز اللي يعجبكم. هنا البنات غادي نغسلها البنات ونروح نطيبها في الماء، نطيبها يعني نص طياب ونعاود نرجع معكم ان شاء الله. ودروك البنات كيما راكم تشوفوا معايا ضفت شويه تاع التوابل، يعني كاع ملي تذكرتهم ضفت غير شويه الى الفلفله الحمراء. ضفت ثاني كميه هكا تقريبا ملعقه صغيره باش تعطينا لون جميل، كذا تعطينا مذاق ادنى جميل. انا نروح البنات نطيبهم ونعاود نرجع معكم. كما راكم تشوفوا معايا البنات راني مخلتها هكا تقلي عليه مليح، يعني حتى اللي تنزل معايا كاع هذيك البصله ونعاود نحيها. ودروك البنات هنايا غادي نخدم الكفته تاعي. وعندي هنا البنات الكفته، هنا كذلك كاني ربيت معها حبه بصله. هنا البنات غادي نضيف التوابل نفسهم اللي ضفتهم في البصله مع الطوماطيس ونعاود نرجع معكم. البنات كما راكم تشوفوا معايا ضفت التوابل، غادي نخلطهم يعني نخلط كامل مع بعضه، يعني بلا ما طابنا الروز. وكذلك البنات نصفيه ونعاود نضيفه مع المكونات كما راكم تشوفوا. نخلي البنات هاد الكفته تشرب لي ديك التوابل، تشرب لي ديك الماء تاع البصله، ونعاود نتلاقى معكم. ودروك البنات كما راكم تشوفوا معايا الروز تاعي راه طاب، راني خليت هنايا البنات يبرد شويه. هذه هي البنات لاصوص تاعنا راني وجدت درتها في الطبق تاعي اللي غادي يدخل للفرن، والكفته تاعي راني واجده. غادي نخلط هاد المكونات مع بعضها البعض ونقعد البنات نحل هنايا ونعمر الفلفله تاعي ونعاود نرجع معكم ان شاء الله. ودروك البنات بعد ما عمرتهم هذا هو الشكل النهائي تاعهم كما راكم تشوفوا معايا البنات، يجي بهذا الشكل. درتهم في الصينيه تاع اللي تدخل الفرن.
دروك انا هنا البنات شنو غادي ندير لهم ورقه من ورقه الطهي، ونعاود لهم ورقه ثانيه من الومنيوم، وندخلهم يطيبوا البنات نصف ساعه يعني تراقبوهم. ومن بعد هنا البنات نجيب الفرماج ربي من يطيبوا نقلع عليهم الورقتين ونحطهم، ندير هنايا من الفوق عليهم، ونعاود ندخلهم البنات الفرن حوالي 5 دقائق ونعاود نخرجهم. وفيما يخص البنات كميه تاع الكفته ولا الروز، دائما نقول لكم البنات على حسب عدد الافراد تاعكم ديروا